الف مبروك لمنتخب الاهلي. منتخب مصر، معلش منتخب مصر، انت شايف يعني 7 8 لعيبه من الاهلي، فانا بالنسبه لي ده منتخب الاهلي يعني. وبعدين عايز اعرف حاجه، يعني ما الزملكاويه زعلانين ليه يعني منتخب الاهلي؟ يعني هي جديده يعني؟ هو انتوا لسه متفرجين على كوره دي السنه اللي فاتت ولا قبلها؟ ما طول عمر يا جدعان منتخب مصر من الاهلي 7 8 و9 لعيبه من الاهلي، ده في فتره والله وصلنا 9 لعيبه من الاهلي، وبناخد واحد من الزمالك، اتنين مش عارف من الاسماعيلي ولا واحد. يعني اللي جد علينا بيراميدز، بدل ما كنا بناخد من الزمالك بناخد دلوقتي من بيراميدز. وبعدين تعالوا هنا، ده مفيش ولا لعيب واحد من الزمالك. هو يا جدعان انا عايز افهم حاجه بس، يعني الزمالك ده اللي عاملين تولولوا عشان خاطر الارض، احنا ولا بناخد منكم لعيبه لمنتخب مصر، ولا بتصعدوا بطولات بتشرفوا بيها اسم مصر، ولا بتاخدوا اي حاجه اصلا بتجيبوا فيها فلوس. هو انتوا فاتحين ليه يا معلم؟ يعني هو النادي ده معمول ليه؟ انا لو رئيس وعمالين تشحتوا لي كده هديكوا نادي الزمالك ده ليه؟ مش فاهم. احنا كدوله ما بنستفادش منكم باي حاجه، حتى المنتخب مش واخدين منكم واحد النهارده ما لعبش واحد. عارف يعني ايه؟ انا ما خدتش منك واحد. يعني انت بالنسبه لي زيك مثلا زي ده، احنا زد خدنا منه يا جدع، يعني زيك زي مين؟ ده انت ما حصلتش حاجه يا اخي، وعمال تقول لي انا قطب وانا مش قطب وانا ده. انت يا راجل، ده انت موكوس ب 60 نيله، مالكش اي 30 لازمه معانا في الحياه، مناحه بس الزمالك ادوني. عايز فين ولا مؤاخذه؟ قول ما تتكسفش يعني، تاخد تاني؟ ما انت عمال تاخد وما بتعملش حاجه. يعني طالعين الزملكاويه هللوا وازاي ومنتخب الاهلي انتوا يا عم ما بنستفادش منكم باي حاجه بس يا جدعان وخلاص. انتوا موجودين في حياتنا بس النظريات المؤامرات والصعبانيات وشويه الحاجات اللي بتعملوها، لكن على ارض الواقع احنا كدوله ما بنستفادش منكم حاجه. بتضحكونا بصراحه يعني، بترفعوا علينا شويه، بتعملوا لنا مود كده لما بتخسروا اللي هو الطبيعي يعني، لكن غير كده يا جماعه احنا ما بنستفادش من الزمالك ده بحاجه بجد والله العظيم، مش هزار يعني، ما بناخدش منكم اي حاجه خالص يا جماعه. فوالنبي يا جدعان مش عايزين بقى ايه السيره بتاعت الاهلي وليه ما بياخدش هاخد منك مين يا حبيبي؟ هاخد منك، هاخد عبد الله السعيد اللي مشطب كوره، هاخد ناصر ماهر اللي قعدتوا تشتموه، هاخد ناصر منسي الراجل اللي انت مقعده دكه يا عم؟ هناخد مين؟ هناخد صبحي اللي كل ماتش بيخش فيه بالجون وبالجنين ثلاثه؟ هو ابننا حسام عبد المجيد وكان موجود بره وخلاص هنعتبره اهلاوي يعني؟ مين يا عم ناخد من عندك؟ مين؟ شحاته اللي كان عليه القيمه متصاب؟ مفيش حد يا باشا في الزمالك يعرف اخده يعني. ده انت رحت جبت شقله لعيبه وكلهم طلعوا كس واتنصب عليك، جون ادوارد نصب عليك دلوقتي يا باشا على قد لحافك، مد رجليك، ما تبقاش انت معكش ولا مليم وراح عمال تجيب. ده لسه كان جايب لعيب من اسبوعين، عيل قصير كده في الادغال. انت جايب معاك فلوس يا ابني؟ مش جايب فلوس يا حبيبي. هو انت انا مش فاهم انت يعني طالما معكش بيبقى زمكش، ده اللي انا اعرفه يعني. لكن انت عمال تجيب لعيبه ومعكش فلوس وبتجيبهم بالدولار، ما تطلع يا باشا ناشئين وزيك زي برشلونه كده ومشي الدنيا. طالما معكش يبقى ما يلزمكش يا حبيب قلب اخوك يعني. ما تقعدش بقى تجيب لنا في لعيبه ومنين ومش نيه وصعبانيات، ما انتوا معاكوا فلوس يا جدعان. ده انتوا جبت صفقات اكتر مني وبتاخدوا دعم اكتر مني وعندكم رجال اعمال اكتر من اللي بيدفعوا في الاهلي. ده انت راجل روح اسمع بس، شوف عبد الواحد السيد قال لك انا كنت دافع قد ايه، وقبل ما اطلع من النادي سددنا قد ايه، وفلوس ولا بتخشوا بطولات ولا بتاخدوا حاجه ولا انجازات، كل دي فلوس بتدفع للزمالك. هي بس الحنفيه دلوقتي قفلت عشان تاخدوا الارض، لكن هي الدنيا شغاله والدنيا حلوه، وانا مش واكل معايا جو الصعبانيات اللي انتوا عاملينه ده خالص، ولا واكل معاه حد على فكره. احنا سايبينكم بس كده عاملين ايه طلق في الهوا يعني، لكن كلنا عارفين اللي انتوا معاكم فلوس، بس دي حركه انتوا عاملينها عشان الارض ترجع لكم. بس للاسف يا حبيب اخوك هو الارض راحت بح، مفيش ارض. هم مش عارفين يقولوا لكم كده لان مش عارفين يجيبها لكم ازاي. الارض اتاخدت ومش هترجع. عارف انت الفيلم يقول له ايه؟ انسى يا عربي، انسى يا زمالك خلاص.